أخطاء مشهورة في تعلم اللغة الإنجليزية وإزاي ممكن تتجنبوها كمان. النهاردة إن شاء الله هشارك معاكم خلاصة خبرتي في تعليم اللغة الإنجليزية لأكتر من 10 سنين، وهقول لكم أشهر الأخطاء كمان اللي أنا شفتها بيعملوها الطلاب في تعلم اللغة الإنجليزية، وهقول لكم كمان إزاي تتجنبوها. فتابعوا معايا فيديو النهاردة للآخر. أنا بقالي 5 سنين بحاول أتعلم إنجليزي ومانيش بوصل لأي حاجة. الخوف من الأخطاء، بخاف إن أنا أغلط. تلاقي نفسك ان انت بتتهته طول الوقت وان انت بتقعد I want. انا نفسي لما جيت اتعلمت او طورت الانجليش بتاعي اعتمدت على نفسي 100%. أول خطأ وهو عدم ممارسة اللغة الإنجليزية، أو الاعتماد إن إحنا نتعلم اللغة الإنجليزية بالتلقين، زي مثلا لو كنا طالب في مدرسة أو في الجامعة، أو حتى لو بتتفرج على فيديوهات على الإنترنت، وحتى لو بتحضر كورسات، تعتمد اعتماد كلي على إن أنت تتعلم اللغة الإنجليزية نفسها من غير أي ممارسة من ناحيتك أنت خالص، وإن أنت تقعد تتلقن العلم طول الوقت، لدرجة بنوصل ان احنا حتى بنحس ان احنا احسن او مستوانا بقى احسن من مجرد تلقي وسماع اللغة الانجليزية فقط. لكن المفاجأة ان احنا لما بنيجي نتحط في موقف حقيقي ونحتاج ان احنا نتكلم باللغة الانجليزية، بتتفاجئ ان انت كل التحسن اللي انت حسيت بيه ده تقريبا مش موجود، صفر، وتلاقي ان انت مش عارف تتصرف اصلا. وده بيحصل زي ما قلت لكم نتيجة لعدم ممارسة اللغة الإنجليزية نفسها. فالحل هنا هو إن احنا نركز على الممارسة والكلام والمحادثة بشكل مستمر. وطبعا مش لازم إن احنا نتكلم مع حد أجنبي، ممكن إن أنت تبدأ تقرأ بصوت مسموع، أو إن أنت تفكر وتكون أفكارك بتتكلمها وبتقولها بصوت عالي باللغة الإنجليزية. أهم حاجة إن أنت تخصص وقت كل يوم في يومك إن أنت بتتكلم فيه إنجليزي فقط. وهسيب لكم دلوقتي حالا هنا في الآي فيديو مهم جدا كنت عملته عندي على القناة خطة يومية 20 دقيقة بس في يومك، وازاي تقسمها، وازاي ان انت تبدأ تعمل فيها ممارسة للغة الانجليزية نفسها، وهتساعدك بشكل كبير جدا جدا. الفيديو ده كمان هيساعدكم. فاصل سريع، هفكرك لو لسه مشتركتش معايا في قناتي انجلش فلوج على اليوتيوب، اضغطوا دلوقتي حالا اشتراك. اضغط اشتراك دلوقتي، يلا اشترك دلوقتي حالا، وفعلوا الجرس كمان علشان يوصل لكم كل دروسي. نكمل. تاني خطأ واللي أنا بشوف إن هو أثر على كتير مننا في تعلمنا للغة الإنجليزية، وهو الاعتماد على الترجمة للغة الأم، أو في حالتنا بتكون اللغة العربية. يعني لما نيجي نتكلم إنجليزي أو نتعلم إنجليزي نلاقي نفسنا إن إحنا على طول بنترجم الكلمة اللي معناها بالعربي. المشكلة في النقطة دي هو ان احنا كده بندرب عقلنا طول الوقت ان احنا علشان نسمع انجليزي او نيجي نستخدم الانجليزي ان انا الاول اسمع، وبعدين افكر ايه هو معنى الكلمة بالعربي، وبعدين اقعد اترجمها، وبعدين افكر ان انا اقولها او اتكلمها. فبالتالي ده بيأثر علينا في الطلاقة، وتلاقي نفسك ان انت بتتهته طول الوقت، وان انت بتقعد I want مش عارف ايه كده. كلنا بيحصل معانا ده، ان احنا دايما دماغنا متبرمجة ان هي تترجم من الانجليزي للعربي او من العربي للانجليزي وهكذا. طيب الحل ايه بقى يا دعاء؟ ازاي نقدر ان احنا نتعلم الانجليزي؟ الحل ببساطة جدا ان احنا عندنا اكتر من طريقة. اول حاجة خالص ان انت ممكن تسمع الكلمة نفسها اللي انت عايز تقولها وتربطها بصورة. مثلا خلينا نقول ان احنا عايزين نتعلم كلمة بوك، فتبدأ تشوف صورة كتاب وتقول بوك وتحفظها بصورة ذهنية. بعد كده تاني خطوة ان انت تعمل امثلة باستخدام كلمة بوك. يعني مثلا I love reading books، I love reading books، واكتبوا I love reading books، وافضلوا كرروا المثال المكتوب ده، وبعد كده غيروا السياق واكتبوا مثال تاني. مثلا my favorite book is Rich Dad Poor Dad، يعني كتابي المفضل هو كذا وكذا وكذا. المهم ان احنا نفضل نبني قصص ونبني امثله مختلفه كتابه باستخدام الكلمه دي وباللغه الانجليزيه. فاول حاجه خالص تربطوا الكلمه نفسها بصوره وقصه. وتاني حاجه ان احنا نستخدم قاموس مبسط جدا انجليزي زي اوكسفورد وكامبريدج، اللي هحط لكم صورهم دلوقتي حالا، تقدروا ان انتوا تعتمدوا عليهم. الميزه في القاموسين دول ان هم طبعا معتمدين، والشرح بتاعهم بتاع الكلمات بيكون باللغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت بيكون بشكل مبسط جدا جدا. يعني علشان يفهمك الكلمة نفسها بيبدأ ان هو يستخدم كلمات او جمل انجليزية شرحا بسيطة جدا. وطبعا هتلاقوا امثلة موجودة في القواميس دي كمان، تقدر ان هي تساعدكم ان انتوا تعرفوا الكلمات دي وتفهموها اكتر. وكمان لو رحتوا على الويب سايتس بتاعة الديكشنريز دول او كامبريدج او اوكسفورد، لو دخلتوا على الويب سايتس نفسهم تقدروا ان انتوا تسمعوا كمان البرونانسيشن بتاع الكلمة نفسها، وهو نطق
نطق الكلمة الصحيح. فبالتالي اللي انا عايزة اقوله لكم انه في اكتر من طريقة تقدروا ان انتوا تعتمدوا عليها علشان تتعلموا الكلمات او الجمل الانجليزية، وفي نفس الوقت ما تتجهوش اوتوماتيك ان انتوا تترجموا للعربي. تالت خطأ شائع وهو أنا لازم أروح مكان غالي أدفع فلوس كتير علشان أخد كورس إنجليش عشان أعرف أتعلم إنجليزي يا إما ما أتعلمش. الحقيقة إن أنا قابلت طلاب كتير جدا من عندي جايين من أماكن فعلا غالية وبيقولوا لي إن هما بيطلعوا كمان في الليفلات، ولكن للأسف لما يجي الطالب ده إن هو يتكلم إنجليزي بتحس إن هو مستواه مبتدئ جدا ومش نفس مستوى الشهادة اللي هو واخدها. فاللي أنا عايزة أقوله لكم إن أنتوا تقدروا فعليا تتعلموا الإنجليزي أو حتى تتعلموا أي لغة بنفسكم وبدون مساعدة من أي حد وبدون أي كورسات تماما. أنا نفسي لما جيت اتعلمت أو طورت الإنجليش بتاعي اعتمدت على نفسي 100%، يعني ما اعتمدتش إني أروح أخد كورس ولا إن أنا أدفع فلوس ولا كل الكلام ده. البوينت ان انت مش لازم تروح تحط فلوس في مكان وتقول انا خلاص كده حطيت فلوسي هنا وهدفع الكورس وهاخد الشهاده وفي الاخر هكون بعرف انجليزي. زي ما قلت لكم تقدروا تعتمدوا على نفسكم 100% ان انتوا تتعلموا وتطوروا اللغه بتاعتكم من البيت ومجانا تماما. هسيب لكم كمان هنا في الاي فيديو كنت عملته عندي هنا على القناه، وهي خطه لتعليم وتدريب اللغه الانجليزيه اللي تقدر تعتمدها من خلال يعني وانت في البيت وتخصيص وقت محدد في يومك بس ان انت تطور الانجليزي بتاعك، والخطة دي هتساعدك فكمان تقدروا تشوفوها وهتساعدكم جدا جدا. رابع خطأ وهو الخوف من الأخطاء. بخاف ان انا اغلط. انا هقولك عادي ان انت تغلط، عادي ان احنا نعمل اخطاء. الانجليزي مش اللغة الام بتاعتنا، مش لغتنا الاولى، فطبيعي ان احنا لما نيجي نتكلم بيها او نمارسها نعمل بيها اخطاء عادي جدا. وفي الحقيقة انه مفيش حد قدامك هيبدأ ان هو يقف لك على اخطائك دي. اهم حاجة زي ما قلت لكم ان انتوا تكونوا البرونانسيشن بتاعكم صحيح وكلامكم مفهوم على قد ما تقدروا. لكن لو انا عملت خطأ عادي، دي مش نهاية الدنيا، اغلط وتعلم ومفيهاش اي مشكلة خالص. وكمان ركزوا ان انتوا تشيلوا من عقلكم تماما فكرة ان انا لازم لما اجي اتكلم انجليزي ان يكون في حد قدامي بيصحح لي وهكذا. لا خالص، عادي اغلط، ومش لازم يكون الجرامر بتاعنا حتى 100% ان هو يكون صحيح ومتقن ومش عارف ايه، وهنا لازم استخدم زمن البريزنت بيرفكت كونتينيوس ومش عارفه ايه. لا احنا كده عمالين نحط لود كتير قوي على عقلنا، فبالتالي بتلاقي ان انت مش قادر حتى ان انت تتكلم. الفكره ان انت تكمل كلامك وما تقفش، يعني لو غلطت في نطق كلمه او لو غلطت في جرامر او كده مفيش مشكله، استرسل وكمل وما تقفش. وزي ما قلت لك ما تستناش ان انت لازم يكون في حد وراك دايما بيصحح لك، لا اعتمد على نفسك وواحده واحده هتلاقي نفسك ان انت احسن اكيد. وده يوصلني للخطأ رقم 5 وهو الاستعجال على النتيجة، الاستعجال على التطور وتعليم الإنجليزي. أحيانا في ناس بييجوا مثلا يعملوا اشتراك في قناة تعليم إنجليزي ويقولوا لو أنا مثلا أخدت الوقت الفلاني أو لو أنا تابعت الفيديوهات الفلانية على القناة دي إن أنا كده خلاص انا كده اتعلمت انجليزي وتم والحمد لله. لا مفيش حاجه اسمها كده. احنا عموما لما بنيجي نستعجل النتيجه في اي حاجه احنا عايزين نتعلمها في حياتنا او عايزين نوصل لها وهكذا، هتلاقي ان انت you end up ان انت you fail achieving your target، يعني ان انت ما بتكونش حتى عارف توصل للهدف بتاعك دوت. اعرف ان تعلم الانجليزي هياخد منك وقت، في ناس بياخدوا سنين وفي ناس بياخدوا شهور، وللاسف في ناس كمان بيجوا يقول انا بقالي 5 سنين بحاول اتعلم انجليزي ومانيش بوصل لاي حاجه. بعد ما تتكلم مع الشخص ده تلاقي ان هو في ال5 سنين دول كل سنة تقريبا قعد 4-5 ايام بس مركز ان هو يتعلم انجليزي وبعدين زهق وبعدين خلاص انا مش عايزة اكمل. فبالتالي تلاقي ان هو الوقت اللي هو قاعد يشتغل فيه على الانجليزي اصلا قليل. مفيش حاجة اسمها كده. as long as you decided ان انت you want to learn English you have to commit. لازم ان انت تلتزم، لازم ان انت تكمل، لازم ان انت تبدأ تحط بلان لنفسك. انا هعمل 1 و2 و3 وهمشي بالطريقة دي، هي الطريقة المناسبة ليا، ولكن الاهم فيها هو الاستمرارية وان انت تلتزم بيها وان انت تطبقها كل يوم. بجد اقدر اقول لكم out of my experience انه انت تقدر تتعلم الانجليزي نفسه في حوالي 6 شهور، وحقيقي في طلاب كمان اخدوا معايا 3 شهور بس علشان يتعلموا الانجليزي وفعلا يكونوا fluent فيه ويحسنوا المستوى بتاعهم. بس the point here is commitment، وان انت تستمر وتلتزم ان انت تشتغل على نفسك وتكون مصر ان انت تتعلم وتوصل للنتيجة اللي انت عاوزها.
وبكده اكون شاركت معاكم اشهر 5 اخطاء في تعلم اللغه الانجليزيه، وقلت لكم كمان ازاي ان انتوا تتجنبوها. اتمنى النهارده الفيديو يكون عجبكم وان انتوا ان شاء الله تستفيدوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنساش انك تعمل لايك، اضغطوا دلوقتي حالا لايك للفيديو بليز. وكمان لو لسه ما اشتركتوش معايا في قناتي انجلش بلوج، اتمنى ان انت تشترك دلوقتي حالا وتفعل الجرس، وان شاء الله اشوفكم على كل خير في فيديو جديد وحلقه جديده. باي باي.